وفي الاخر لو عايز توفر وقت ومجهود وتاخد استشارة مجانية من اقوى فريق استشاريين عقارات، اشتري صح. ليه لما بنيجي نشتري عقارات وبنستثمر فيها ساعات بنحس ان احنا حطينا فلوسنا في المكان الغلط؟ دي مش احسن قيمة لفلوسنا ولا العقار نفسه استثمار امن. تعال نشوف هنا العوامل اللي تخليني اشتري عقارات واكسب فيها وما ندمش بعد كده. اول حاجة لازم نبص عليها موقع المشروع. الموقع قريب من محاور رئيسية ولا لا؟ الاكسسبيليتي بتاعته عاملة ازاي؟ المنطقة كثافتها وقربها من الخدمات الرئيسية عاملة ازاي؟ المرافق في المنطقة موجودة ولا لسه قدامها شوية؟ تاني حاجة المطور، سمعة المطور ده عاملة ازاي؟ تسليماته في مشاريعه ايه؟ مؤشرات المكسب في مشاريعه عاملة ازاي؟ خدمة ما بعد البيع عنده عاملة ازاي؟ ودي مهمة جدا. تالت حاجة لازم اخد بالي منها السعر او البرايسنج، ودي مهمة قوي لان في مطور بشتري منه فاليو والفاليو دي بتزيد